السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من ديف جيكس أكاديمي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الإف باللغة العربية، يعني لو. فممكن أقولك لو أكلت أكلك افتح التلفزيون. لو خلصت واجبك انزل مع أصحابك. لو الحاجة سعرها ما بين كذا وكذا هاتها. لو الحاجة سعرها كذا أو كذا هاتها. ايا كان، كلمة لو دي بتحمل معاني كتير جدا 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 جدا. فلو انا دلوقتي عايز اوصف ده للكمبيوتر، عايز اقول له لو حصل كذا او حصل كذا، او لو حصل كذا حاجة واحدة او حاجتين او اكتر من حاجتين او 60 حاجة، بتستخدم حاجة اسمها الاف كونديشن. ايه الاف كونديشن دي؟ خلونا ندي مثال كده بسيط في اللغة. انا دلوقتي هعمل الديكلاريشن بتاعتي، مثلا هعمل رقمين باي طريقة. ممكن ان انا اعمل لهم سكان من اليوزر، بس انا هعرفهم انت اكس بتساوي 10 وانت واي بتساوي 20. طيب ايه الاف كونديشن دلوقتي؟ ازاي بكتبها اصلا؟ بكتب اف وما بين القوسين دول بكتب الكونديشن بتاعي. يبقى هنا انا هكتب كونديشن. طبعا الكلام ده مش ما ينفعش انت تكتب كده، بس خلينا بس انت تبقى فاهم. بعد كده ببدا ان انا اعمل ايه؟ الكيرلي بريسز دول، عشان معناه اللي ما بين الكيرلي بريسز دول هو اللي هيتنفذ مع الاف دي. يبقى الحاجه اللي هنا لو اتحققت، لو الكونديشن اللي هنا، لو ال الحاجه اللي هنا دي اتحققت، او ان هي بترو بمعنى اصح. لو هنا دي بترو، يعني ايه بترو؟ يعني الحاجه اللي هنا دي صحيحه، اعملي الحاجات اللي انا هكتبها هنا. فلنفترض هنا ان برنت ونقول له ايه؟ ترو. لو الحاجه اللي هنا دي صح هيعمل الحاجه دي. او مثلا لو انت زي ما قلنا في المثال بتاع الاب والابن، لو انت عملت كذا، لو حقق الشرط اللي هنا هديله مكافاه. فلنفترض ان انا هبرنت هي دي المكافاه بالنسبه لي، او كل الحاجات اللي هكتبها هنا لو الشرط ده اتحقق بتتنفذ الحاجات اللي هنا دي كلها، لو ما اتحققش مش بتتنفذ. فخلينا نحط هنا مثلا شرط. مثلا لو قلت هنا لو الاكس بتاعتي اكبر من ال20 اطبع لي ترو. هل الاكس هنا اكبر من ال20؟ لا، الاكس ب10، يبقى المفروض مش هيطبع لي ترو. فنعمل بيلد ونرن، بالتالي ما طبعليش حاجه. طيب تعالوا نغير الكونديشن بتاعنا ده، نقول لو الاكس بتاعتي اقل من ال20. ال10 اقل من ال20، ال10 اقل من ال20، فبالتالي يكتب لي هنا ترو. خلاص، طالما ده بقى ترو او ده بقى صح، معناه ان انت هتخش لي هنا ما بين البريسز دي وتعملي الحاجه اللي هنا. فبالتالي خلونا نعمل رن، نبص على المنظر هنا بالنسبه لنا ترو، فعلا الاكس اصغر من ال20. طيب دي حاجه. طب افرض انا دلوقتي عايز اقول له لو ده ما حصلش، يعني خلاف ذلك يعني عكس ده، لو ده ما حصلش، لو الكونديشن ده ما اتحققش اعمل لي حاجه تانية. فبالتالي بكتب هنا else، اعمل لي الحاجتين اللي ما بين الحاجه اللي ما بين ده. ايه الelse هنا؟ مثلا اقول له print if، مثلا قول لي ان الكلام ده false، قول لي ان الكلام ده مش مظبوط. خلينا نرجع تاني نقول ان الاكس اكبر من ال20. هل ال10 اكبر من ال20؟ لا، فبالتالي المفروض ان هو يقول لي false. نعمل بيلد ونرن، نبص على المنظر هنا قال لي false. يا عم انت ازاي انت بتقول لي لو الاكس اكبر من ال20 ومديني الاكس ب10، فبالتالي الجمله بالنسبه لي مش صح. طب لو الجمله صحيحه معناها خش اعمل لي الكلام اللي هنا ده كله ايا كان اللي انت هتكتبه هنا. طيب لو الجمله دي مش صحيحه هيطبع لي ان هي فولس. طيب تعالوا نعمل مراجعه بسيطه جدا على اللوجيكال اوبريتورز بتاعتي. فانا عايز اقول لو الاكس اكبر من ال20 و الواي تساوي 20. يعني ايه تساوي 20 اللي انا كتبتها دي؟ معناها خد لي اللي هنا قارنهولي باللي هنا، لو بيساوي بعض يبقى اديني هنا واحد او اديني هنا ترو في المنطقه دي. فلازم هنا عشان ده يتحقق ده كله كده يبقى ترو من الجدول بتاع الاند، يبقى لازم اللي هنا ده يبقى ترو واللي هنا ده يبقى ترو. يبقى لازم مثلا زي ما قلنا المثال بتاع الولد والاب، لازم ياكل اكله ولازم ان هو يخلص مذاكرته. يبقى فلنفترض ان دي يخلص مذاكرته ودي ياكل اكله، لازم ده وده يحصلوا عشان يديني هنا ايه؟ ترو. عشان يطبع لي ترو معناه ان الولد ده عمل الحاجتين. طيب نعمل رن، نبيلد ونرن. ايه اللي انا عملته ده؟ بسم الله. عملنا بيلد ورن، قال لي فولس. ليه قال لي فولس؟ هنا في كونديشن اتحقق، في حاجه هنا اتحققت، الا وهي ان الواي فعلا لما جاي يشوف القيمه ال 20 دي يقارنها بالواي، لقى ان هي فعلا ب 20. فبالتالي هنا اداني واحد او اداني ترو. طيب هنا اكس اكبر من ال 20، هل الاكس اكبر من ال 20؟ لا، فولس او اداني زيرو. طيب زيرو اند واحد
باللوجيكال اوبريتورز. لو انت ما شفتش الفيديو بتاع اللوجيكال اوبريتورز اتمنى ان انت تشوفه عشان تكون فاهم الكلام ده. فلو ده وده يبقى لازم هنا يبقى ترو هنا يبقى ترو. طب لو عندي واحده فولس من الاثنين دول، او لو الاثنين بفولس الاثنين مش متحققين هيديني فولس. طيب او واحده منهم فولس هيديني فولس. طب لو واحده منهم ترو يبقى انا عايز اقول له لو الاكس اكبر من ال20 اهو، انا بتكلم بلغه عربيه بسيطه جدا، بقول له لو ادي الاف بتاعتي الاكس اكبر من ال20 او دي علامه او الواي تساوي 20 او الواي بتاعتي بتساوي 20، يبقى انا يا ده يا ده. لو ده اتحقق تمام يقول لي ترو، او ده اتحقق يقول لي ترو. طب لو الاثنين ما اتحققوش يقول لي فولس. طب لو الاثنين اتحققوا يقول لي ترو. طيب لو انت يبقى خلينا نقولها تاني نترجمها. لو الاكس اكبر من ال20 او الواي تساوي 20 اطبع لي ترو. بخلاف ذلك معناها ان ده مش بترو ولا ده بترو، اطبع لي فولس. قول لي ان الكلام ده مش صحيح. طيب خلونا نبيلد ونرن. هنا هيقول لي ترو لان انا عندي فعلا الواي بتاعتي بتساوي 20. الواي بتساوي 20 بالنسبه لي، بس الاكس مش اكبر من 20. طيب لو حطينا هنا كونديشن الاكس مثلا قلنا ان هي اصغر من ال20 وحطينا اند هنا، اقعد العب انت بقى وتجرب الكلام ده. يعني مشي ايدك كده واقعد حط شويه، هيقعد يطلع لك حاجات غريبه كده واخطاء وبتاع. حاول ان انت تعمل احتماليات اكبر من كده، تتعرف هنا اكتر من رقم، تعرف 5 6 ارقام، وتبدا تحط حاجه معقده كده وتعمل لها تريس بايدك. يعني ايه تريس بايدك؟ ان انت تتتبعها. طيب جميل جدا. عملت التتبع معذرة، عملت التتبع للحاجة بتاعتك، فبالتالي انت بتدرب ايدك عشان تفهم او تعرف الكمبيوتر بتاعك ماشي ازاي. فبالتالي هنا جيت عملت print if بالمنظر ده. قلت له ان هي لو الشرط الاولاني والشرط التاني بترو اطبع لي ترو. فهنا تيجي نشوف الواي بتساوي 20 بتساوي 20، الاكس اقل من 20 الاكس اقل من 20، يبقى المفروض يطبع لي ترو. طبع لي ترو. طيب تعالوا نبوظ شرطة من الشرطين كده. خلي لي الواي بتساوي مثلا اقول ان الواي بتساوي 50 وده مش حقيقي، فبالتالي الجنب ده بقى بفولس او بقى بزيرو والجنب ده بقى بترو. فلما نيجي نشوف الزيرو و زيرو اند 1 يديني زيرو، فهيديني فولس بالمنظر ده. بس شكرا واتمنى تكون الحلقة مفيدة.